ودلوقتي دي روشتة سريعة دايما بنقدمها لكم كل يوم جمعة مع الأستاذ دكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. يا صباح الخيرات واهلا بكم جميعا. يعني عايزين نقول لسه بنقول لهم النهارده الشمس جميله، نخرج ونتعرض للشمس وده شيء مهم جدا. كمان لازم نهتم بقى في الاجازات وولادنا بعد ما خلصوا الامتحانات ان يبقى عندنا جزء مهم جدا للاغذيه والفيتامينات لاهميتها في الشتاء. ده صحيح طبعا. هو طبعا في نقص كبير جدا في الاجيال الحديثه في تناول الفاكهه والخضروات. الفاكهه والخضروات دي مصدر لمغذيات مهمه جدا من ضمنها الفيتامينات والاملاح المعدنيه، ولكن في فيتامينات خاصه في الشتاء المفروض يبقى متوفره في المائده المصريه. يبقى لازم نعرف فيتامين الف. فيتامين الف الناس فاهماه ان هو ليه علاقه بالبصر. الجديد ان فيتامين الف هام جدا للمناعه والمناعه الصحيه، والجديد كمان هام كمان نفسه. يعني المخ نفسه يبقى فيه نقص فيتامين الف يبقى الواحد عنده ميل العبوس والاكتئاب، وممكن حتى في الاطفال الصغار تبدا عمليه التذكر وعمليه التعلم وعمليه الاستيعاب وكل الوظائف المعرفيه تقل عشان نقص فيتامين الف. وجود فيتامين الف في الجسم بشكل عام يخلي عندنا مناعه افضل. الناس اللي عندها التهابات تنفسيه، الاطفال الصغار خاصه اللي عندهم التهابات تنفسيه، اما يقل فيهم فيتامين الف ويقل مع العدوى ممكن تزيد فيهم مضاعفات. الناس مثلا اللي عندها بتدخن برضه محتاجينه. فيتامين الف بطل الاكسده هام للوقايه ايضا من السرطانات، وبسهوله ممكن اجده فين؟ في الجزر، في البطاطا، في الكبده، بس الناس اللي عندها ما تكترش منها شويه، وفي الخضروات الورقيه الخضراء الطازجه كلها، يعني كل حاجه خضراء حاليا في السوق اجيبها، والاغذيه الصفراء زي الفلفل والبرتقال والمشمش لو موجود او المشمشيه. الحاجات دي كلها المفروض تبقى متوفره عندنا. وبنسال دايما الناس في المحاضرات مين اخذ جزره، تلاقي مثلا تقريبا في كل محضورين محاضراتي من 2 ل 3% بس هم اللي بياكلوا جزر ونسيوه وبيفتكروا ان ياخدوا البدائل الصناعيه او المشروبات هتديهم الحاجات دي. الحاجه الثانيه برضه ان لازم يبقى الاغذيه دي طازجه عشان استفيد بيها. برضه مهم قوي كمان ان احنا لقينا ان في علاقه فعلا بين نقص فيتامين الف وفي حاجه اسمها مرض التوحد او الاوتيزم. الاطفال الصغار دول بيبقى عندهم نقص في التفاعل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي وتاخر في التحدث ومعهم زياده في الحركه، لان فعلا اما بنديهم الاغذيه اللي فيها فيتامين الف وبنحس فيتامين الف فيهم ده بيجيب نتائج جميله جدا. وتلاقي الطفل ابتدى يتكلم وابتدى تقل عنده النشاط الزائد والهيبره والاشياء اللي هي بتبقى غير مقبوله، وحتى بيؤدي الى استقبال العين للمؤثرات البصريه الخارجيه وتفسير افضل وتفسير اعلى للمعاني المستجدات الموجوده في البيئه. برضه فيتامين سي الناس برضه عارفاه زمان ان هو موجود في البرتقال والليمون. برضه لا، هنقول فيتامين سي موجود في الجوافه واحد، وموجود في الكيوي، وموجود في البروكلي، وموجود في بعد كده في كل الموالح. ايوه، وبرضه موجود في الطماطم والفراوله، وكلهم موجودين دلوقتي. ولازم برضه نعرف ان فيتامين سي بقى برضه مع فيتامين الف هم الاثنين مضادات اكسده مهمين جدا للجهاز التنفسي، بيحموا الجهاز التنفسي من العدوى ويقللوا المضاعفات ويقللوا حتى من مشاكل البرد والانفلونزا. وكمان فيتامين سي هام للمخ، يعني المخ نفسه انا ماشي في الشارع واتعرض لمواد مؤكسده، شوارب حره، كميه حرائق، كميه ملوثات او عدم سيارات، السجاير نفسها السيجاره الواحده بتكسر حوالي 25 مللي جرام. سيجارتين خلاص خلونا عندي زيرو رصيد زيرو في اليوم، يبقى ده يخليني محروم من هذا المضاد الاكسده القوي جدا المفيد جدا ليا، اللي بيخليني كمان متماسك من جوه. ازاي؟ الانسجه بتاعتي فيها خلايا، الخلايا بتبقى ماسكه في بعضها، بيخلي الخلايا تمسك في بعضها حاجه اسمها الكولاجين، بيخلي النسيج متماسك. الكولاجين ده بيبقى عايز فيتامين سي، مفيش فيتامين سي او اتكسر بالتدخين او اتكسر بالتجميد او التبريد او السجاير، يبقى النسيج مترهد وغير متماسك ورخو. يبقى فيتامين سي هام المفروض اخده يوميا، لان ما اقدرش انا اصنعه ولا استخدمه اكثر من يوم، ومفروض اخده بصوره طازجه. نرجع مره ثانيه للجوافه، وممكن نخليها بقى بعصايه جوافه مثلا مش قادر ياخدها او الكلام ده، واللي مش عايز ياخد الكيوي لو موجود، وما ننساش البروكلي. برضه في حمض ثاني هام جدا، حمض الفوليك. حمض الفوليك ده فيتامين بذات ب. زمان الستات عارفين فيتامين حمض الفوليك ان هو هام للحمل ومشاكل الحمل، ويمنع التشوهات الخلقيه في الدماغ والمخ، وبرضه يقي من الانيميا. ولكن الجديد بقى كمان حمض الفوليك يقي من السرطانات،
يقي من مشاكل الجهاز التنفسي الخاصه بالحساسيات. حمض الفوليك لما يقل في الناس في الشتاء يزيد عندهم مشاكل الجهاز التنفسي مع البرد، ويزيد نسبه الازمات الرئويه. طب ده موجود في ايه يا دكتور؟ كل الحاجات الخضراء، الحاجات الخضراء السوداني والبقول، ولكن الحاجات الخضراء الورقيه فيها اللي هي جرجير، فجل، بقدونس، كتير جدا من اللي بيسمعونا دلوقتي ما ياكلوهاش او نسيوها، وفي ناس عمرها ما كانت جرجير ولا فجل وما عرفتش الحاجات دي كلها، ولا شبت ولا بقدونس ولا كرات والحاجات دي. برضه المكسرات غاليه صحيح في السوداني اوكي، ولكن يبقى نمره واحد عندنا هيبقى الاغذيه الورقيه والبقول لها. دول عملنا التوليفه دي كلها مع بعض، فيتامين الف مع سي مع حمض الفوليك، اعتقد هيبقى احنا عندنا رصيد جاهز